ورجعنا لكم بفيديو جديد هنتكلم فيه برضو عن الإحماء. ازيكم يا أبطال، عاملين ايه؟ لو أول مرة تشوفني أنا كابتن دوحة، ودي القناة بتاعتي هنتعلم فيها السباحة وهنتكلم فيها عن حاجات كتيرة قوي تخص السباحة، وهتفهم كل تفصيلة تخليك سباح جامد حتى لو مبتدئ. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتدوس على الجرس علشان بدعمكم أقدر أكمل وأطلع لكم فيديوهات أقوى وأعلى جودة. ودي أقل حاجة أقدمها ليكم دلوقتي. اول حاجه، يعني ايه احماء قبل السباحه؟ قبل ما تنزل الميه لازم جسمك يتجهز. ما ينفعش تنط على طول كده. الاحماء هي المرحله اللي بنصحي فيها العضلات، نزود فيها حراره الجسم وبنجهز المفصل للحركه. الاحماء بيقلل نسبه الاصابه بنسبه كبيره جدا، وبيخلي جسمك اداؤه اقوى في الميه، النفس اطول، الضربات افضل. ليه بنعمل الإحماء؟ وليه الإحماء يعتبر مهم؟ ناس كتيرة فاكرة إن الإحماء رفاهية، لكن في الحقيقة إن الإحماء هو اللي بيعمل فرق بين سباح عادي وسباح محترف. بالنسبة للإحماء فهو بيزود ضخ الدم للعضلات، بيرفع حرارة الجسم، بيخلي عضلاتك جاهزة للحركة، بيقلل الشد والتقلص اللي بيجي بعد أول 50 متر لو ما عملتش إحماء كويس. يحميك من إصابات الكتف، وده الشائع عند كتير قوي من السباحين، واصابات الركبه واصابات المفاصل واصابات العمود الفقري. كل الاصابات دي احنا بنتجنبها وبنعمل احماء جيد قبل التمرين على الاقل من 5 الى 10 دقايق. بيحسن النفس، بيخليك اسرع اول ما تنزل وتضرب اول ضربه صح. بعد كده عايزين نتكلم في حاجه مهمه جدا، جزء الاطالات. بعد ما جسمك يسخن نيجي على الاطالات. الاطالات بتزود مرونه العضلات وبتخلي الدراع يمتد اكتر في الميه. بالنسبه بقى لاطالات الرجلين، بتخليه الرجلين بتشتغل بشكل اطول وانعم. المرونة جزء مهم جدا 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 لأي سباح، خصوصا سباحين الفراشة. يعني سباحين الفراشة بيستخدموا عضلات كتيرة قوي في سباحة الفراشة، فمحتاج ان انت تعمل تسخين واطالات واحماء جيد قبل اي تمرين. امثلة الاطالات، لو مثلا هتتمرن 5 دقايق تقدر تعمل فيهم ايه؟ اطالات لعضلات الكتف ممكن تاخد منك 20 ثانية لكل ايد، 20 ثانية هنا و20 ثانية يمين او 20 ثانية شمال. اطالات العمود الفقري، اطالات العضلات الاماميه للرجلين والعضلات الخلفيه. الفكره ان كل عضله تبقى منفرده ومريحه قبل ما تبدا الشغل في الميه. تالت جزء بقى، وده مهم برضو جدا، التسخين الارضي قبل النزول. هنا بقى ندخل في اهم نقطه، التسخين الارضي ده عباره عن شويه تمارين بسيطه بتجهزك للنزول وتفتح لك النفس. زي ايه مثلا؟ في 3 دقايق، زي مثلا لما نشتغل على الجامب تاك، زي مثلا لما نشتغل على الهاي نيس، زي مثلا لما نشتغل على حركات اللياقة الخفيفة للكتف، زي دوران الدراعات لفوق والقدام والورا، حركات خفيفة 10 مرات. الكلام ده بيزود ضخ الدم وبيجهز المفاصل للحركة ويخلي جسمك جاهز أول ما تلمس المية. رابع نقطة، ودي برضو مهمة جدا، ليه التسخين الأرضي بيأثر على أدائك؟ بص، هات أي سباح محترف من أول أمريكا لأستراليا كلهم بيعملوا تسخين أرضي، وده ضروري جدا. طيب ليه؟ لأن الأداء في المية بيتحسن بنسبة كبيرة بسبب 3 حاجات. رقم 1، التنفس يبقى ثابت، الجسم بيسخن فالإيقاع بيبقى أسرع، العضلات بتشتغل بكفاءة أعلى. بص، نصيحتي بقى ليك، قبل ما تنزل المية لازم على الأقل 5 دقايق، من 5 ل10 دقايق تسخين أرضي وإطالات. في نقطة مهمة برضو عايزين نتكلم فيها، هو الجزء رقم 5. أخطاء بنشوفها كتير جدا للناس اللي هي قبل ما تنزل المية. حد ينزل المية ولسه صاحي من النوم، دي كارثة كبيرة. أول ما ينزل يجري يحط نفسه في ضغط شديد، أو يعمل إطالات مثلا غلط، أو يكتفي بتسخين خفيف. الكلام ده غلط جدا وبيسبب إصابات كتير. المهم إن إصابة الكتف اللي بتوقف السباحين شهور، وبياخد فترة طويلة قوي قبل ما يرجع أو يعمل كومباك تاني للتمرين. جزء سادس ومهم جدا، نصائح مني كمدرب سباحة للسباحين: قبل ما تنزل مية اعمل نفسك روتين ثابت. روتينك هو اللي بيبني جسمك ويعلي مستواك. اعمل 3 دقايق احماء، 3 دقايق اطالات، 3 دقايق تسخين ارضي، وهنشوف الفرق بعد اسبوع. هتلاقي في فرق رهيب طبعا. عايز اقول لكم على حاجة برضو مهمة جدا، ان التسخين الارضي بيكون مطلوب منك حركات ممكن تعملها كل مره، مش لازم كل مره التمرين يكون مختلف. عادي، احنا بنسخن التسخين الارضي اللي احنا شايفينه في الفيديو قدامنا، ان انا ممكن اعمل الجامب وانا واقف مكاني، ممكن اعمل اطالات للدراعات بتاعتي، الدراع اليمين والدراع الشمال، ممكن اعمل التسخين واعيد تاني لو مثلا انا مش حافظ على تمرينات معينه او مش حافظ حاجه معينه.
انا ممكن ابدا اعيد نفس الحركات بتاعتي. يعني مثلا هم احفظ 5 اشكال للتسخين، احفظ 3 اشكال للتسخين، وابدا عيدهم تاني. اشتغل على دراع اليمين، هنعمل دوران او اسمها رفرفه للدراع لقدام. بعد كده نفس الدراع نعمل له رفرفه خلفيه. بعد كده الدراع الشمال نشتغل عليه رفرفه اماميه، بعد كده رفرفه خلفيه. بعد كده بنشتغل الدراعين مع بعض رفرفه اماميه، بعد كده خلفيه. بعد كده ممكن نشتغل على الجزء الخاص مثلا بمنطقه الكوع او العمود الفقري، فبنبدا نشتغل اطالات واحنا واقفين برضو في مكاننا زي ما احنا شايفين كده. بعد كده ممكن نشتغل جامبات، او ممكن نشتغل جري في المكان اللي احنا قلنا عليه اسمه جامب تاك او هاي نيس، اللي احنا بنجري في مكاننا بنعلي ركبتنا لغايه لما توصل عند منطقه الصدر. بنشتغل على الحاجات دي، ولو مش حافظ غيرهم او مش لاقي التمرينات تانية ممكن نرجع نعيد من الاول تاني، ونشتغل على نفس الدراع لليمين قدام، بعد كده نفس الدراع اليمين بنرجعه لورا، بعد كده نشتغل على الدراع التاني وهكذا. تمام، لغاية لما فعلا الجسم يبدأ تحس ان جسمك سخن، العضلة بدأت تتحرك، التنفس بتاعك بدأ يخش في جو الإحماء. الإحماء ده مهم جدا لأن هو بيهيئك وبيهيئ جسمك كله ان انت فيما بعد او لما تيجي تنزل المية ما يكونش موضوع المية او نزولك حمام السباحة يكون فيه صدمة لجسمك. تمام، يبقى اول ما نحس بالاحماء ما عندناش مشكله كده. تمام، ببدا اعمل اطالات في مكاني. انا باخد دراعي بوديه حركه عكسيه، يعني مثلا دراعي اليمين بوديه اقصى الشمال واحاول ان انا اتك عليه جامد جدا، والعكس دراعي الشمال بوديه عند اليمين واحاول ان انا اضغط عليه جامد جدا. كل ده طبعا بيساعدنا في ان احنا نعلي من كفاءه جسمنا ونتجنب الاصابات. لو عجبتك المعلومات دي دوس لايك واشترك في القناة ودعموني علشان استمر واقدم لكم محتوى اكبر واكبر عن السباحة. ولو عندك سؤال اكتب لي في الكومنتات وهرد عليك بنفسي، وممكن اعمل لك فيديو كمان مخصوص ردا على السؤال اللي انت بعته.